انفصلتي من علاقة ولقيتي نفسك بتتصرفي تصرفات بعيدة تماما عنك، سواء تجاه العلاقة دي أو سواء تجاه نفسك، أحب أبشرك إن ده عادي وبيحصل. طب بيحصل ليه وإزاي واسمه إيه؟ خليني أقولك. أولا إحنا عندنا هنا شقين. الشق الأول بنسميه التكوين العكسي، أو ليه مصطلحات تانية زي فكرة الريباوند شيفت أو الريفرس فيلينجز. وده معناه إيه بقى؟ التكوين العكسي ده هي ظاهرة نفسية بتحصل كتير جدا لما مشاعر الشخص تختلف عن ما كانت عليه. يعني انت كنت في علاقة، كنت مثلا متعلقة جدا بالشخص، بتقربي منه جدا، بتعبري عن مشاعر كتير جدا، بعدين انفصلتوا، فبتلاقي نفسك بقيتي باردة، بقيتي هادية، بقيتي صاخرة، مش فارق معاكي أي حاجة. أو العكس، لو انت كنت باردة تبدأي تشتاقي له أكتر، تبدأي تحسي إن انت فقدتيه. وده بيحصل مع الناس التجنبية بالمناسبة، إنه بعد الانفصال يحس إنه بقى رجع يبقى مشتاق تاني للبنت اللي سابته أو البنت اللي هو سابها أصلا. يعني من الآخر كده المشاعر بتعمل فليب، اللي كان هنا بيجي هنا واللي كان هنا بيجي هنا. وده ممكن يحصل بسبب شوية عوامل زي فكرة تأخر استيعاب الانفصال، وده زي ما قلنا بيحصل أكتر مع الأشخاص التجنبية أصلا. وممكن برضو يبقى ميكانيزم دفاع بعد الانفصال، بيبقى فيه مشاعر كتير جدا سيئة أو بيبقى فيه حالة من الإنكار شوية، فبنضطر إن احنا نلجأ للعكس بتاعنا عشان نقدر نتعايش. احنا كنا في العلاقة دي برتم معين أو بأسلوب معين، فاللي بيحصل إن احنا بنروح للحاجة العكس على طول. الحاجة الثالثة إن ده ممكن يكون بهدف كسر الروتين أو كسر الاعتياد. بمعنى إيه؟ إحنا في علاقة بيبقى عندنا روتين ثابت، فكرة إن أنا اتعودت إن في شخص في حياتي، فإحنا كان عندنا روتين ثابت، بكلمه، بخرج معاه، بشوفه، مش عارفة إيه، حتى لو إحنا متجوزين إحنا مع بعض في بيت واحد، ففي حاجات كتير جدا بتجمعنا، فهنا الروتين اتغير. ففكرة التكوين العكسي هنا بتحصل علشان إحنا بنكسر روتين قديم وبنبني روتين جديد. أول حاجة الرابعة هي ممكن تحصل بسبب الإيجو أو الأنا، إنه أنا أصلا رافضة إن أنا أترفض أو رافضة إن أنا أطلع من العلاقة دي، فبالتالي بيحصل إنه زي ما قلت من شوية ببدأ أعمل الحاجة المختلفة عني تجاه العلاقة. الشق التاني في سيتويشن زي كده إن التغيير يكون ملوش علاقة بالعلاقة اللي إحنا سبناها، بس ليه علاقة بينا، وده بيبقى اسمه التغيير التعويضي بجانب إعادة بناء الذات بعد الانفصال. سعادتك بتكلمني؟ طيب يعني ايه الكلام المكلكع ده بقى؟ الفكره ان الانسان بعد الانفصال بيمر بمشاعر صعبه جدا جدا، بس الغالب او الشائع في المشاعر دي كلها احساس الفقد مع احساس الفراغ، زائد احساس اعاده تعريف الهويه بقى بعد ما بقى لوحده. زي ما قلنا من شويه انه كان في روتين، انا كان معايا شخص فانا بقيت لوحدي، فانا محتاجه ارجع افهم نفسي من اول وجديد. ولذلك في الحته دي كتير جدا بقول ان دي بتبقى فرصه هايله ان الشخص يعرف نفسه من اول وجديد. فاللي بيحصل في حاله التغيير التعويضي دي شويه حاجات كده ممكن نبسطها جدا. انه مثلا اول حاجه ان احنا بنبقى عايزين نكسر الروتين القديم زي ما قلت من شويه، بس الفكره هنا مش بس ان احنا بنعيد تكوين روتين، لا احنا بيبقى عندنا رغبه في التغيير، احنا عايزين نغير الوضع اللي احنا اصلا كنا عليه. الحاجه الثانيه هي فكره استعاده السيطره، ان انا ارجع اسيطر على نفسي. انا زي ما قلت بعد الانفصال ممكن ابقى حاسه بفراغ، ممكن ابقى حاسه بفقد، ممكن ابقى حاسه مشاعر ثانيه كتير جدا. فلما ببدا افوق من المشاعر دي برجع لنفسي واقول ان انا محتاجه اسيطر على نفسي من اول وجديد، واشوف انا ممكن اعمل ايه تاني في حياتي. وزي ما قلنا الحاجه الثالثه هي فكره اعاده بناء الهويه من غير بقى شريك حقيقي. انا دلوقتي بقيت لوحدي، فانا محتاجه ابني لنفسي هويه جديده، او محتاجه ااكد على الهويه القديمه بس مع التغييرات اللي حصلت لها. والحاجه الرابعه هي فكره اثبات الذات او فكره السيلف فاليديشن. الجمله دي معروفه كتير جدا، وبرده بتتم عن طريق ان انا ابدا اتعرف على نفسي من اول وجديد زي ما قلنا من شويه، بس مع التغييرات اللي حصلت في حياتي، ومع فكره ان انا اقبل بالخساره اللي انا خسرتها في الانفصال ده. لان كمان في الوقت اللي زي ده كأن المخ بيقول انا عايز اجرب حاجه جديده. مش بالضروره خالص الحاجه الجديده دي تبقى تهور، لا عادي ممكن تبقى حاجه انا مش متعوده اعملها او ما تعودتش اعملها، او العلاقه اللي انا كنت فيها كانت منعاني ان انا اجربها. وفي الحاله اللي زي دي موضوع التغير وموضوع ان انا ابقى عايزه اجرب حاجه جديده واكتشف نفسي وما اعرفش ايه، لو تم بشكل صح هيكون فعلا صحي جدا. بس لو تم بشكل غلط كنوع من انواع الدفاعات النفسيه، او انا بعمل كده عشان انسى وخلاص من غير ما اخد البروسيس الحقيقيه للنسيان او للتعافي، ففي الحاله اللي زي دي مش هيكون صحي قوي. فعلشان ما نتوهش قوي بقى ايه الفرق بين التكوين العكسي والتغيير التعويضي، ان التكوين العكسي بيكون انه احنا بنتغير ولكن ريليتد بالعلاقه، انه احنا بنتغير تجاه العلاقه اللي احنا انفصلنا عنها. ولكن التغيير التعويضي ان احنا بنتغير تجاه انفسنا. انا كنت على وضع بقيت على وضع، انا كنت هاديه
هاديه بقيت عايزه ابقى متهوره، انا كنت متهوره بقيت عايزه ابقى هاديه، انا كنتش بشتغل بس بقيت عايزه اشتغل، وهكذا. وفي الاول وفي الاخر زي ما قلنا المشاعر اللي بتحصل مع الانفصال طبيعي جدا ان هي تبقى موجوده، هي مشاعر صعبه، مشاعر شديده، مشاعر بتبقى خنيقه شويه، بس لازم تاخد وقتها ولازم نتعافى منها بشكل سليم، سواء حصل لنا تكوين عكسي او تغيير تعويضي. وفي النهايه شاركونا في التعليقات ايه التغيرات اللي حصلت معاكم بعد تجربه الانفصال، ولو عايزين تعرفوا اكتر عن العلاقات مش تعملوا فولو، وافتكر ان انا هنا عشان بنورك وبس.